هل فكرت إن الصيام مش بس إنك تمتنع عن الأكل والشرب ولكن كمان عن العادات اللي بتضيع وقتك وتضعف عزيمتك؟ تعال أفهمك إزاي. كتير مننا بيمر بالشهر ده كل سنة من غير ما ياخد باله إن الصيام مش مجرد حرمان من الأكل والشرب، ده وقت عشان نقف مع نفسنا ونشوف إيه العادات اللي ماسكة فينا من زمان. يعني في الأيام العادية لما بتصحى الصبح أول حاجة بتمسك فيها هي موبايلك وتقعد تتصفح من غير فايدة، وممكن تتأخر في النوم وتبدأ يومك تاني يوم وانت مرهق ومن غير تركيز. ولكن في شهر رمضان كل دقيقة في حياتك بيكون ليها معنى، لأنك بتبدأ تلاحظ إنك بتاخد وقت أكتر مع نفسك. ولما بتبطل السوشيال ميديا في رمضان وقتك بيتملي بحاجات مفيدة. ولما بتصلي مثلا بخشوع بتشوف انك بتسيطر على اعصابك اكتر. شهر رمضان بيقول لنا انت مش محتاج تفضل في دوامة العادات السلبية، لا، بيقولك انت عندك القوة انك تبدأ من جديد. وكل مرة بتوقف عادة سلبية انت بتفتح لنفسك باب للحياة اهدى واقرب من اللي انت بتكون عايزه لنفسك. فخد كل لحظة في شهر رمضان زي فرصة عشان تتحرر من العادات اللي بتأيدك وتبدأ رحلتك الصح نحو الهدف اللي انت عايزه. الخلاصة ومن الآخر، الصيام مش مجرد طقس ديني، ده رحلة للتحرر من العادات اللي بتوقفك. والسؤال اللي عايز اسيبهولك وعايز اسمع اجابته في التعليقات: ايه اول عادة سلبية حاسس انك عاوز تصوم عنها من دلوقتي وتبدأ صفحة جديدة؟ ومستني اجابتكم تحت. سلام عليكم.